السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناه اكيد اسكندراني. بقى النهارده هنعمل مقارنه كده سريعه ما بين شركات النودلز، وهم ثلاث شركات: شركه ماربيلا وشركه اندومي وشركه كيلوجز. الثلاث شركات هنجيبوا طعمين يكونوا متشابهين مع بعض، وهم الطعمين اللي انا لقيتهم: الخضار واللحمه. فخلينا نشوفوا كده بقى هيكون معانا ايه. جبت بقى من كل شركة طعمين، وهما الخضار واللحمة، دول اللي انا لقيتهم متشابهين ما بين الثلاث شركات. فخلينا بقى الاسعار طبعا متفاوتة. خلينا نبدأ باكيلوكس، كان سعره عامل 4 جنيه وربع، وماربيلا سعره كان عامل 3 جنيه ونص. اما بقى ايه الاندومي فكان سعره عامل 4 جنيه ونص للكيس. الاسعار متفاوتة ما بين كل شركة. وشركة ماربيلا يعني رجعت بعد فترة، اما كانت مش موجوده في السوق. يعني هي نزلت فتره وبعد كده بقت مش موجوده في السوق، ودلوقتي رجعت تاني. فقررت ان انا اعمل لهم مقارنه كده سريعه ونشوفوا ايه هو احسن نودلز موجود في مصر. خلينا بقى هنبدا باول واحد معانا واقدم واحد معانا في النودلز، واللي اتسمت النودلز على اسمه اندومي. فاحنا هنبدا باول واحد بالاندومي، وده طعم الخضار. هو وزنه عامل 75 جرام تقريبا، وسعره عامل 4 جنيه ونص. ده كده بقى شكل الاندومي، طبعا كلنا اكلينه وعارفينه. ده كده شكله. هنحطه بقى في الطبق دوت. بيجي معاه الكيس بتاع الفليفر دوت والكيس بتاع الزيت. فاحنا تقريبا كده مش هنحط الكيس بتاع الزيت، هنحط الفليفر بس. حتى الشطة ما بين كل الشركات وكل الأطعم مش هنحطها، هنحط الطعم بس عشان نقدر يعني ندوق ونحكم صح ما بين الأطعم كلها. خلينا كده بقى ايه، نكسروه. نصب بقى كده المية. يعني دي تعتبر اسهل طريقة لتحضير النودلز او الاندومي. وهنستعين بقى بطبق كده ونغطيه وخمس دقايق كده ونحط الفليفر وندوق. عدى بقى الخمس دقايق وخلينا كده بقى نشوف النودلز بقت عاملة ازاي. تمام، استوت. ده كده بقى شكلها اهي كده. خلينا بقى نحط الكيس بتاع الفليفر الخضروات. ونديله بقى ايه تقليب. مش عارف انا، بس اللي بحس في الاندومي ان كل الاطعمه بتبقى كلها شبه بعض، بتبقى مديها فراخ ولا لا. يعني كل الاطعمه بدوقها ما كلها طعم فراخ. مش عارف بقى، يا رب المره دي تطلع مش فراخ. دي كده بقى شكل النودلز اهي. زي ما قلت لكم، هو طعم الخضروات هنا ضعيف جدا، مش مدي خضروات اصلا. النودلز كويسه، لكن الطعم هي مشكلة في الطعم بتاع الاندومي. اي طعم انت بتجيبه ما بيبقاش مدي على النكهة اللي انت عايزها، لا بيبقى مدي دجاج على طول. الطعمة بتاعت الاندومي كلها بتبقى شبه بعض، مش حاسس بطعم الخضروات فيه خالص. فخلينا بقى لو هندي تقييم للنودلز دوت بتاع اندومي، فهنديله تقييم 7 من 10. ونخش بقى على اللي بعده. هنيجي بقى لتاني واحد معانا، وهو كيلوجز نودلز بالخضروات. ده كده بقى شكل النودلز بتاعته. يعني هي اصغر من الاندومي شويه. هو الوزن كمان هنا اقل، 70 جرام، اقل من الاندومي زي ما قلت لكم. وشكل كمان النودلز يعني الشعريه ذات نفسها ارفع من الاندومي، كانت يعني اتخن شويه. خلينا برضو هنعملوها نفس ما عملناها بالظبط كده. وننزل بقى عليها بالماء السخنه ونسيبها 5 دقايق ونرجع لها تاني كده. ونغطيها برضو بالطبق اللي معانا دوت. عدى بقى حوالي 4 دقايق كده، والنودلز كمان استوت. هما هنا كاتبين دقيقتين بس يعني طولت شوية عن دقيقتين. فخلينا بقى ندوق كيلوجز بالخضروات ونشوف طعمها عامل ايه. هنا بقى طعم الخضروات ظاهر، يعني هو مش قوي ولكن ظاهر. يعني بتاكل فعلا نودلز بالخضروات. والنودلز هنا رفيعة وسلسة كده وهي بتتمضغ معاك. دي اول مره اجرب خضروات من شركه كيلوجز. انا جربت الشطه بس من شركه كيلوجز، يعني ما جربتش بقيه النودلز بتاعتها.
بس يعني الطعم هنا خضروات، يعني هنا طعم الخضروات في النودلز الاندومي كان ضعيف جدا، يكاد يكون مش موجود. لكن هنا الطعم بتاع الخضروات موجود. هو في نسبة حاجة حارة كده شوية، بس انا ما حطيتش توابل حارة، بس هو في نسبة بسيطة قوي حاجة حارة. فخلينا هندي تقييم للنودلز بتاعة كيلوجز، فهنديها تقييم 8.5 من 10. ونخش بقى على ماربيلا ونشوف ماربيلا عاملة ايه. هنيجي بقى لتالت واحد معانا، وهو نودلز من شركة ماربيلا، وهو مكرونيلا بالخضروات. اهي ده كده بقى شكله، وسعره زي ما قلنا عامل 3 جنيه ونص. ده كده شكل بقى ايه النودلز، وده اصغرهم حجما واقلهم سعرا، بس هو الحجم قليل جدا والشعرية بتاعتها رفيعة جدا. برضو هنحطها في الطبق برضو بتاعنا دوت. بيجي معاها برضو الطعم بتاع الفليفر والكيس اللي بيبقى فيه شطة. خلينا بقى نفضي المية بتاعتنا ونغطيها كده. بقى كاتبين ان احنا نسيبها حوالي 3 دقايق، فاحنا هنسيبها 3 دقايق ونشوف بقى هتبقى عاملة ازاي. عدى بقى تقريبا 5 دقايق، يعني انا فتحت عليها لما عدت 3 دقايق كانت لسه برضو ما استوتش. هنا هي كده شكلها بعد ما استوت. الشعرية رفيعة جدا. خلينا بقى نجيب كيس الفليفر بتاع الخضروات. الكيس فيه كمية كويسة، يعني تقريبا أكترهم في الكمية هو ماربيلا في الكيس بتاع الفليفر أو التوابل. خلينا كده بقى ايه ندوها تقليبة حلوة، عشان أنا متفائل بخير دوت، لأن الريحة أول ما فتحت في ريحة توابل كويس. هي الشعرية هي القليلة شوية، يعني رفيعة جدا. والكمية هو أقلهم كمية، بس هو برضو بالنسبة للسعر بتاعهم فهو قليل، يعني هو ب3 جنيه ونص. اندومي ب4 ونص، والكيلوجز ب4 وربع، يعني هو أقلهم تقريبا. يعني يفرق عن الاندومي حوالي جنيه، ويفرق عن الكيلوجز 75 قرش. بس كده قلبناه، فخلينا كده بقى ندوق بسم الله. هو الطعم ما بيوصلش معاك على طول، يعني ما بيضربش معاك الطعم مع اول شوكة واول معلقة. الفليفر بتاع الخضروات ضعيف جدا مقارنة طبعا بكيلوجز، اللي هو يعني لو هنقارنه بقى هنقارنه بحد تاني موجود. لا، الطعم بتاع الكيلوجز في فرق طبعا في السعر، ولكن هنا الطعم بتاع الكيلوجز في الخضروات اقوى من الاندومي واقوى من الماربيلا. لكن الماربيلا بالنسبة للسعر بتاعه فهو الطعم كويس، يعني الفليفر مش قوي بس طعم فيه خضروات. هو مقارب من الاندومي، فخلينا برضو لو هنديله تقييم فهنديله برضو 7.5 من 10. يبقى كده بقى اللي كسب في المركز الأول وهو كيلوجز. طعم الخضروات هنا كان قوي، يليه ماربيلا طبعا مراعاة لفرق السعر، هو زيه زي الأندومي، بس هنا فرق السعر بقى يخليه هو مركز تاني، والأندومي يجي في المركز التالت. وخلينا نخش بقى على الطعم اللي بعده وهو اللحمة، ونشوف مين فيهم بقى اللي هيكسب. ويلا بينا نخش بقى على تاني حاجة وهي اللحمة. وده كده بقى شكل كيس الأندومي بتاع اللحمة. واما ده بقى فشكل كيس ماربيلا مكرونيلا بنكهة اللحم. الاتنين قريبين في الشكل من بعض، فخلينا نفتح الاول كده ماربيلا ونفضيه. برضو بيجي معاك الكيس ده كده بتاع التوابل والكيس بتاع الشطة. هو شكل النودلز الصغير دوت كده بشكله. وده كده بقى شكل ايه الاندومي. برضو هنفضيه هنا.
بيجي كده بقى معاه الكيس بتاع النكهة، بس ما بيجيش الشطة. خلاص لغوا موضوع الشطة ده كده. خلينا كده بقى نكسر الاندومي شوية بس كده، ونجيب بقى المية بتاعتنا نصبه هنا شوية، والناحية التانية نصب شوية. ونغطيهم بقى كده ونرجع بعد 5 دقايق. هنا بقى بتاع ماربيلا استوى قبل بتاع الاندومي، فخلينا بقى نجرب ماربيلا الاول عقبال ما بتاع اندومي يستوي. هنفضي الكيس بتاع التوابل، اديله بقى كده تقليبه حلوه. فخلينا بقى كده ندوق نودلز ماربيلا باللحمه ونشوف هتبقى عامله ازاي. مم. ايوه. هنا بقى الطعم بتاع اللحمة مش واضح خالص، يعني غير الطعم بتاع الخضروات كان ظاهر شوية، لكن هنا الطعم مش موجود. انت بتاكل مكرونة شعرية بالشوربة كده وخلاص، لكن الطعم بتاع اللحمة مش موجود خالص. فخلينا بقى لو هنديله بقى دوت تقييم، فهنديله تقييم 6 من 10. ونخش بقى على الاندومي نشوفه عمل ايه. نيجي بقى للاندومي. تمام، المكرونة استوت وتمام. خلينا بقى نفضي الكيس بتاع الفليفر بتاع اللحمه. هنا الكيس بتاع الفليفر بتاع اللحمه حاسه اكتر من الخضروات. يعني اول ما بتفضيه كده بتحس ان انت بتفضي مرقه دجاج، المرقه اللي هي المرقه الفوريه اللي هي باللحمه دي، نفس الشكل برضو. وبقى ايه تقريبا كده كويسه. فخلينا بقى ندوق كده النودلز الاندومي باللحمه وهنشوف يبقى عامل ازاي. بسم الله. برضو الطعم بتاع اللحمه مش ظاهر، الطعم موجود ولكن بسيط، يعني الطعم بسيط قوي. يعني لو انت مش واخد بالك ان انت حاطط هو الطعم بتاع اللحمة، فانت بتاكل نودلز بس الطعم مش قوي. التوابل مش قوية لدرجة ان هي تحسسك ان انت بتاكل اندومي او نودلز باللحمة. فالطعم هنا ضعيف جدا. فلو هنديله تقييم فهنديله تقييم 7 من 10. ونخش بقى على كيلوجز اللي انا مستبشر بيه خير. هنيجي بقى لاخر حاجة معانا وهو كيلوجز نودلز بطعم اللحم. ده كده بقى شكله. هي برضو شكل النودلز اهي. الكيس اهو بتاع الفليفر والشطة اهو. نبقى نكسرها كده. هنا بقى نصب كمان المية ونغطيه كده بالطبق دوت ونرجع تاني. كده بقى يبقى النودلز بتاعتنا استوت، وهننزل عليها بقى بالنكهة بتاعت اللحمة ديت. نديها بقى تقليبة كده حلوة. مركز بقى كده كله في بعضه. خلينا كده بقى ندوق النودلز بتاع كيلوجز ونقول بسم الله.
الطعم هنا بقى النكهة بتاعة اللحمة أحسن من الأندومي وأحسن من ماربيلا. زي برضو الخضروات، اللحمة ظاهر هو مش قوي ولكن ظاهر، يعني أحسن من الأندومي وأحسن من الماربيلا. ف والشعرية تمام كويسة، سميكة شوية عن ماربيلا، ونفس حجم النودلز بتاعت اندومي. فخلينا بقى لو هندي تقييم للكيلوجز باللحمة فهنديله تقييم 8 من 10. دول بقى كده التلات شركات اللي موجودين في مصر، وهم كيلوجز واندومي وماربيلا. وبالنسبة لي أنا، بالنسبة لتجربتي الشخصية أنا، فكيلوجز نودلز الطعم بتاع الفليفر بتاع اللحمة أو الخضروات، الطعمين اللي احنا جربناهم، معرفش بقية الأطعمة ايه، ولكن الطعمين اللي احنا جربناهم أقوى من أندومي وأقوى من ماربيلا. كمقارنة ما بين أندومي وكيلوجز بالنسبة للشركتين، فأندومي ما بتحسش بالطعم بتاع النكهة قوي يعني. زي ما قلت لكم في الاول ان اندومي كل الاطعمه، انا دقت كل الاطعمه بتاعت اندومي، فكل الاطعمه اللي انت بتدوقها في اندومي هي نفس الطعم يعني. الدجاج الكاري هو الدجاج الخاص، هو الدجاج العادي، هو اللحمه، هو الروبيان، هو كله طعم واحد. لكن هنا في كيلوجز الوضع مختلف، الطعم انت بتحس بالطعم قوي، يعني الطعم واصل معاك. انا باكل نودلز بطعم اللحمة او بالخضروات، فانا عارف انا باكل ايه، يعني الطعم موجود. لكن هنا الطعم مش موجود خالص. فتقييمي بقى للفيديو بتاع النهارده، كيلوجز نودلز هي مركز اول، اندومي مركز تاني، مركز تالت وهي ماربيلا. وبس كده يبقى احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة، ويقول لي اجرب ايه الفيديوهات اللي جاية. وسلام.